قاعده مستنيه ايه؟ قوم بسرعه هاتي برتقانه وعصريها وتعالي اعملي اجمل كيك برتقان لاولادك. الكيك بالطريقه الصحيحه مرتفع وهش وحاجه كده بصراحه اخر جمال. لايك للفيديو ومتابعه للقناه، ونبدا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على نبي الله المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. من اول مره هتبقى استاذه فيها. بصوا ارتفاع الكيك قد ايه. نيجي هنا بقى نجيب 4 بيضات. هاتي الكبه بتاعتك كده او الخلاط، وهاتي 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونوش طالعين من التلاجة. تمام كده، كسرنا ال4 بيضات في الكبة بتاعتنا. هنزل عليهم هنا بكوباية ونص من السكر. اكتبي المقادير عندك في ورقة بحيث انك تعمليها بالطريقة الصح، ما تنسيش حاجة. حطيت هنا كمان ظرف فانيليا، وابتديت اللي انا اخلطهم كويس جدا لحد ما اللون يفتحها خالص معانا. تمام كده، بصوا لونها، اللون بقى فاتح خالص اهو معانا. نبتدي بقى ننزل هنا بكوبايه عصير برتقان. برتقانه خلطتها في الخلاط عادي جدا بشويه ميه، وعصرتها وصفيتها وحطيتها هنا، وحطيت كوبايه الا ربع زيت. تمام، يبقى كده 4 بيضات، كوبايه ونص سكر، كوب من عصير البرتقان، كوبايه الا ربع زيت، في الظرف فانيليا. نبدأ بقى نحطهم كده في البولة اللي احنا هننزل عليها بالدقيق فيها. هنا الدقيق بتاعنا لازم يبقى منخول كويس جدا. معانا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، ونص كوباية نشا، وكيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. اتنخلوا كويس معانا هنا. نبتدي بقى ننزل بالدقيق على الخليط اللي خلطناه في الكبة. نقلب في اتجاه واحد كده. بص القوام بتاعها، هو ده القوام المطلوب. نحط فيها كده حاجات بسيطة زيت وندهنها. وننزل بالخليط فيها. في المرحلة دي نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180. نجيب بقى خلة كده ونحاول نطلع الهواء اللي في الكيك. تمام، نحطها بقى على الرفل في الوسط اللي في الفرن. لازم الفرن يبقى ساخن جدا زي ما قلت لكم. وبعد حوالي نص ساعة، ما تفتحيش الفرن عليها ابدا قبل نص ساعة. بعد نص ساعة كده امسكي ساعتك وشوفي، افتحي بقى الفرن هتلاقيها ان شاء الله ايه بالجمال ده. كيك مرتفع وهش وحاجة جميلة. القناة يا جماعة محتواها جميل جدا، يا ريت تشرفوني فيها بمتابعة وعشان ينزل لكم كل فيديوهاتي بإذن الله. هنا نقطع بقى الكيك بتاعنا، ولا زبادي بقى ولا لبن ولا حاجة. بص حاجة بسيطة مش مكلفانا غير برتقانية و4 بيضات. بصوا الارتفاع بتاعه قد ايه. كيك ناجح هش جميل طعم، ولا اروع من كده. جربيه وادعيلي، وما تنسينيش بقى بتعليق حلو كده من ايدك الحلوة. واستودعكم الله. كل سنة وانتم طيبين، في رعاية الله.